تمام، الأوضة بقت مترتبة وجميلة ونظيفة. أما أقعد بقى في النظافة دي أبتكر الحاجات اللي بحب أعملها. ماما أنا جعانة وعايزة أفطر. حاضر يا حبيبتي، هحضر لك الفطار. يلا شوفي حلا اختك صحيت ولا لسه عشان تفطروا مع بعض. حاضر يا ماما، هطلع أشوفها. إيه ده؟ أنت صاحية؟ أيوة، كنت بفكر أخترع كشاف صغير ينور في الضلمة. تخترعي إيه؟ هو أنت بتخترعي حاجة؟ ده أنت فاشلة. نادين، ما تقوليش عليا فاشلة ولا حاجة. أنا أصلا بصنع حاجات كتير من الكرتون وبتكون ناجحة جدا، وأما بوريها لصحباتي بيبقوا مبسوطين قوي إن أنا إزاي اخترعت الحاجات دي. يا بنتي ما هم عشان صحباتك مش عايزين يزعلوكي. يلا يلا عشان نفطر. أهو أنت كده على طول يا نادين، رخمة. ينفع كده يا ماما؟ نادين بتقول عليا مخترعة فاشلة. هي ازاي كده يا نادين؟ لا عيب، ما تقوليش على اختك كده، ما ينفعش عشان ما تزعلش منك. هو انت يا حلا خلاص ما تزعليش، ويا ريت يا نادين تتعلمي منها. هو اختك تصرفاتها كويسه وجميله، يا ريت تكوني زيها. أكون زيها إيه يا ماما؟ أنا مش تافهة، وفي نفس الوقت كل شوية تبص على النت وتشوف حاجة تقول أنا هخترع لكم حاجة، وكل شوية تيجي تقول شوفوا صنعت إيه، شوفوا اخترعت إيه. ما هي حاجات بتبقى كويسة وجميلة. خلاص بقى يا نادين، يلا اقعدوا عشان تاكلوا. أصحابي الحلوين عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا انزلوا حالا تحت الفيديو اعملوا لايك، واللي مش مشترك يشترك في القناة، اكتبوا لي كومنت حلو وقولوا لي رأيكم في الفيديو. يلا حالا اعملوا لايك، بحبكم يا أحلى اخوات في الدنيا. ايه ده؟ معقول الحاجات دي نقدر نصنعها من الكرتون؟ واو، دي أفكار حلوة جدا. أنا هروح أجيب ورق الكرتون وأجيب المقص وأصنع الحاجات اللي شفتها بالظبط. يوه، ينفع كده؟ اللعبة الجديدة اللي اشتريتها اتكسرت. أما أروح أقول لماما. يا ماما الحقيني، نادين بتعيط ليه؟ أما أروح أشوفها. اللعبة الجديدة اللي اشتريتها يا ماما اتكسرت، مش عارفة ألعب بيها. هو انت دايما كده مبوظه العابك. ما تزعليش يا نادين، هات اللعبة اللي باظت وأنا أصلحها لك. هتصلحيها ازاي يعني؟ ده انت هتبوظيها أكتر. هاتيها بس وأنا هشوف هعرف أصلحها ولا لأ. انت عارفة أنا بحب الحاجات دي. ما شاء الله عليكي يا حلا، انا متاكده ان انت ان شاء الله اما تكبري هتبقي مهندسه ومخترعه كبيره. يا سلام، أما نشوف. هاتي بس يلا اللعبة بتاعتك دي وريها لي. وريني بقى هتصلحيها لي ازاي، أنا زعلانة عشانها قوي. ماشي هصلحها لك، أنا هدخل الأوضة بتاعتي نص ساعة هصلحها واديها لك. كده اتصلحت وبقت تمام. ايه ده يا حلا؟ ده طلع بجد، ده انت عرفتي تصلحيها. مش قلتلك يا بنتي انا المفروض يسموني المخترعة الصغيرة. شكرا جدا انك صلحتيها، اما ادخل العب بيها بقى. بعد كده يا نادين اي حاجة تبوظ معاكي هاتيها وانا اصلحها، انا بفهم في الحاجات دي كويس. ماشي يا حلا، شكرا. اما اروح اقصقص ورق الكرتون اللي كنت عايزة اعمله. اما اطلع اشوف البنات عملوا ايه. اللعبه بتاعتك اتصلحت يا نادين؟ ايوه يا ماما اتصلحت وهلعب بيها. والله حلا اختك دي شاطره جدا، ما شاء الله ذكيه. نفسي اعرف دماغك مش زيها ليه. هو انت كل شوية يا ماما هتقعدي تقولي لي انت زي حلا، انت مش زي حلا؟ وبعدين قولي لي صحيح، ايه المنظر اللي انا شايفاه ده؟ العجله مرميه والسكوتر مرمي والالعاب. هو انت ما ينفعش تبقي منظمه ابدا؟ يو يا ماما، ما انت عارفة انا بحب ابقى وسط العابي، ومش كل شوية هلعب بحاجة واشيلها. هو انت ما بتشوفيش اوضه حلا اختك دايما متروقه ومتظبطه، مع انها بتقعد تبتكر حاجات كتير؟ يعني بتستخدم ورق وبتستخدم اسلاك واوقات بتستخدم قماش، ومع ذلك اوضتها دايما نظيفه. عادي يا ماما، كل واحد مختلف عن التاني، وبعدين هبقى اروق الأوضة وارتبها بعدين. يعني ايه كل واحد مختلف عن التاني؟ هي البنات لازم دايما تبقى اوضتهم مترتبه وجميله؟ هو مش انت بنوته؟ ده انا بيتهيألي لو انت ولد الاوضه برضو مش هتبقى كده. يو يا ماما، بلاش دايما تنتقديني وخلاص. ماشي يا نادين، مش هنتقدك يا حبيبتي، بس يا ريت ما اشوفش المنظر ده تاني. اهلا اهلا، ازيك يا شاديه؟ ازيك يا رانيا، عامله ايه؟ هاجي ازورك انا والبنات النهارده ونقعد مع بعض شويه، انتي وحشاني. تنوري يا شاديه، اهلا وسهلا. وانتي كمان وحشاني يا حبيبتي، هستناكم. يلا مع السلامه.
مع السلامة. هقوم أحضر الفاكهة والكيك واشتري شوية مسليات. بتعملي ايه يا ماما؟ بعمل كيك يا حبيبتي، خالتك وبناتها جايين النهاردة. طيب اما اروح البس لبس نظيف وجميل واسرح شعري واقول لحلا ان هما جايين. حلو الدولاب الصغير الجميل ده اللي اخترعته. ياه، ده الكرتون بيعمل حاجات حلوة قوي. حلا، خالته شادية ولين وشهد جايين النهارده يقعدوا معانا. بجد كويس برضو عشان اوريهم الحاجات اللي اخترعتها. هو انت مقتنعة ان دي اختراعات؟ دي شوية حاجات عبيطة اي حد يعملها. الفكرة مش اي حد يعملها ولا لا، الفكرة ان انا بحب اشغل دماغي واكون ذكية. شوفي انا عملت الدولاب ده من الكرتون. ايوه يعني، وهنستفيد بيه ايه؟ انا اخترعت فيه خزنة سرية، وكمان هطوره واعمل له انوار ويبقى اختراع مميز، وممكن اصحاب المحلات الكبيرة ياخدوا التصميم ده وينفذوه على الواقع بالخشب والمعدن. والاختراع الحقيقي هي الخزنة السرية اللي عملتها جوه الدولاب ده. طيب انا مش فاضية للي انت بتقوليه ده، انا هروح البس واسرح شعري واستنى لين وشهد اما يجوا. اهو انت كده مش فاهمة حاجة يا نادين. اللي يخترع الحاجات البسيطة دي يقدر يخترع اي حاجة كبيرة، بس الفكرة في الامكانيات، وانا بحب كل الابتكارات والاختراعات. ازيك يا خالته؟ ازيك يا رانيا، وحشتيني. وانتوا كمان وحشتوني يا أمارات يا حبايب خالته. ادخلي يا شادية. فين البنات يا رانيا؟ عايزين نسلم عليهم. نادين في أوضتها بتلبس، وحلا بتصنع الاختراعات بتاعتها. خلاص احنا هنطلع نشوفهم يا خالته. ايه ده يا نادين؟ ايه المنظر ده؟ هو في حد اوضته تبقى كده؟ نفسي اعرف ايه الكركبة دي كلها. وبعدين مالها اوضتي بقى؟ هو انتوا جايين تقعدوا معايا ولا جايين تتريقوا على اوضتي؟ نتريق ايه بس؟ ده احنا لو عايزين نقعد معاكي مش هنلاقي مكان نقعد فيه. العجلة مرمية والسكوتر والألعاب ولبس على الأرض. ده انت حالتك صعبة خالص. ده احنا لو عملنا كده ماما هتنيمنا في الشارع. احنا اوضتنا على طول مترتبة ومتروقة. عارفة يا نادين، انت عكس حلا تماما. لا مش عكس حلا ولا حاجة، حلا هي اللي اوفر قوي وبترتب الأوضة مخصوص عشان كل اللي يشوفها يقول حلا أحسن واحدة وحلا أشطر واحدة. لكن هي عادي يعني، أوضتها بتتكركب كتير. على العموم احنا مش هنعرف نقعد في الأوضة المبهدلة خالص دي، احنا نروح نقعد عند حلا. على فكرة يا نادين، احنا مش قصدنا نضايقك ولا حاجة، بس النظافة تفتح النفس ان الواحد يقعد ويلعب ويبقى مبسوط. طيب بقول لكم ايه بقى، مالكوش دعوة بأوضتي، يلا اطلعوا بره. بتطردينا بره الأوضة؟ الله يسامحك يا نادين، عشان بنقولك الحقيقة. طيب اوضتك بقى وحشة وانتي مش نضيفة. المفروض نركب زرار الخزنة في المكان ده عشان أول ما الباب يفتح الخزنة تبقى مقفولة، مش كل ما الباب يتفتح تفتح معاه. ولو الحرامي يدور في الدولاب كله ما يقدرش يوصل للخزنة السرية إلا بقى لو فك الدولاب من الأول. أيوة أما ركبه هنا. ازيك يا حلا؟ ازيك يا حلا؟ ازيك يا لين؟ ازيك يا شهد؟ عارفة يا حلا، أنا بحب أدخل الأوضة عندك، جميلة ومنظمة وفيها اختراعات كتير حلوة. استنوا بقى ما أوريكم الاختراع بتاعي. أنا عملت الدولاب ده من الكرتون، بس عملت له بقى خزنة سرية المفروض تتوصل بالكهرباء والزرار يبقى مختفي. بجد ده اختراع حلو قوي. ده انت لو اقترحت الاختراع ده على شركة كبيرة هياخدوه منك وينفذوه. ما شاء الله عليكي يا حلا، دايما تحبي تبقي مبتكرة، وريحة اوضتك جميلة قوي. شكرا يا بنات، يلا عودوا بقى نلعب مع بعض. اما نادي على نادين عشان تقعد معانا. نادين زعلانة ومش هتلعب معانا، اصل احنا بصراحة اول ما دخلنا الأوضة بتاعتها لقيناها وحشة ومش نظيفة ومبهدلة جدا. هي ازاي خالته سايباها كده؟ المفروض تزعق لها وتقول لها نضفي الأوضة. ماما بتقول لها كتير بس ماما زهقت بقى. استنوا بقى اما اروح اشوفها في الأوضة واقول لها تيجي تقعد معانا هنا وتلعب. طيب انا هنزل بقى اقول لخالته ان هما بيضايقوني وبيشتموني. ازيك يا خالته شادية؟ ينفع كده لين وشهد يتريقوا على اوضتي؟ انا زعلانة منهم. لا لا، ازاي كده يا حبيبتي؟ ما ينفعش. انا هنادي عليهم. لين، شهد. والله يا نادين عندهم حق. مش هيسمعوكي يا خالته، انا هطلع انادلهم بنفسي. مالك يا نادين زعلانة ليه؟ لين وشهد بيتريقوا عليا وعلى اوضتي عشان مش نظيفة. بصراحة برضو اوضتك مبهدلة على طول، ما ينفعش تفضل بالمنظر ده. على العموم بعد ما يمشوا هساعدك وانضفها معاك. ماشي يا حلا. اما اروح بقى اقول لهم
ينزلوا لخالته عشان عايزاهم تقول لهم كلمتين. نعم يا ماما. في ايه بس يا بنات؟ مزعلين بنت خالتكم ليه؟ ينفع تتريقوا عليها؟ يا ماما احنا فعلا مش بنضايقها ولا بنتريق عليها، الأوضة بتاعتها وحشة جدا، ما ينفعش حد يقعد فيها. ده احنا دخلنا الأوضة عند حلا نظيفة وجميلة ما شاء الله، مع إن فيها حاجات كتير بس منظمة. والله بقى دي أوضتي وأنا حر، وعلى العموم أنا هنضفها وأخليها نظيفة عشان ما فيش حد يتكلم. أنا بقى مش عايزة ألعب معاكم. كده يا بنات زعلتوها؟ ده كويس، على الأقل بعد كده مش هتسيب أوضتها متبهدلة. ازيك يا خالته؟ عاملة ايه؟ وحشتني جدا. أهلا أهلا يا حبيبة خالته يا جميلة، مخترعتنا العظيمة. ما شاء الله عليك يا حلا، مثقفة وجميلة وكلامك حلو بصراحة بقى ومن غير زعل، عكس نادين خالص. هقول ايه بقى، بيبقوا اخوات وكل واحد مش زي التاني. انت يا حلا ما شاء الله عليكي، هيبقى ليكي مستقبل، هتدخلي كلية الهندسة وتبقي مبتكرة كبيرة ومخترعة عظيمة. يا رب يا خالته، نفسي ابقى عالمة كبيرة ومشهورة وابتكر حاجات واصنعها تفيد الناس كلها. ان شاء الله يا حبيبتي. يلا يا بنات ننادي على نادين ونلعب كلنا مع بعض. نادين قالت زعلانة مننا ومش هتلعب معانا. تعالوا بس معايا، هنقول لها نلعب وهي هتوافق. مشوا يا حلا ولا لسه قاعدين؟ انا عايزاهم يمشوا. لا طبعا يمشوا ايه، لسه قاعدين. ده انا جيت عشان انادي عليكي عشان ننزل نلعب كلنا مع بعض في الجنينة، او تيجوا تقعدوا معايا في اوضتي. لا برضه مش هلعب معاهم يا نادين، عيب كده وما تبقيش رخمة، دول ضيوف عندنا. مش هما اللي كانوا بيتريقوا عليا؟ برضه مش لعبة معاهم. خلاص براحتك. السلام عليكم، ازيك يا رانيا؟ اهلا يا مجدي، ازيك؟ وعليكم السلام. حلا ونادين صاحيين ولا ناموا؟ لا لسه صاحيين، شادية اختي وبناتها كانوا هنا ولسه ماشيين من شوية وكانوا قاعدين معاهم. ومشيت ليه؟ ما قلتلاش تستنى تتعشى معانا؟ ما رضيتش تقعد وقالت كفاية انا اتأخرت. يلا احضر لك العشاء. ايوه بس انا عايز البنات. يا حلا يا نادين. نعم يا بابا. نادين جبتلك الشوكولاته اللي انت عايزاها، وانت يا حلا جبتلك الكتاب اللي انت عايزاه. شكرا يا بابا، هو ده الكتاب اللي انا عايزاه بالظبط. انا مش عارفه كتاب ايه يا اختي، كنت طلبت لك شوكولاته ولا بونبوني؟ الكتاب عندي اهم من اي حاجه. شكرا يا بابا، ربنا يخليك ليا. شكرا يا بابا على الشوكولاته. فرحانه بالكتاب جدا. ما انت عارف بتحب تقرا عشان تتعلم حاجات جديدة تبتكرها. ان شاء الله هيكون لها مستقبل كبير. وانت بقى يا استاذه نادين، ليه ما طلعتيش زي اختك بتحب القرايه وبتعملي حاجات مفيده؟ عشان انا بحب استمتع بحياتي، مش هضيعها في كلام فاضي زي حلا. حلا مش انتي وعدتيني اما خالته تمشي هتدخلي تنضفي الاوضه بتاعتي؟ ايوه يا نادين، تعالي يلا هساعدك وننضفها. بصي، هو انا بعد ما اكلت الشوكولاته اللي بابا جابها حسيت ان انا تعبانه وعايزه انام. انا هدخل انام في اوضتك وانتي ادخلي رتبي لي الاوضه بتاعتي، واما تخلصيها ابقي صحيني عشان اروح انام فيها. ايه الاستغلال ده؟ طيب ما تساعديني. انا عارفه ان انتي يا حلا شاطره وهتعرفي ترتبي الاوضه عشان انتي منظمه، لكن انا مش بعرف. يلا انا هدخل انام عندك وانتي ابقي ظبطي لي اوضتي. معقول يا نادين سايبه الاوضه بتاعتك بالمنظر ده؟ ده هتحتاج مني وقت كتير، بس مش مشكله، انا هخليها نظيفه زي الاوضه بتاعتي بالظبط. والحمد لله ان كل واحده فينا لها اوضه، بدل ما كنت هتجنن من اللي هي بتعمله. يلا اما ابتدي. كده بقى الاوضه بقت واو بجد. اما اروح اصحيها بقى وافاجئها. بقولك ايه يا مجدي، اما البنات يصحوا هاخدهم واروح النادي النهارده شوية نغير جو. ماشي يا حبيبتي براحتكم. هتتغدوا هناك ولا ايه؟ هرجع اعمل الغدا واستناك نتغدى كلنا مع بعض. ماشي يا رانيا. صباح الخير يا حلا. صباح الخير يا ماما. انا رايحة النادي وهاخدك معايا انت ونادين. مش هينفع يا ماما، انا هقعد هنا هخلص الكتاب اللي بابا جابهولي امبارح، كنت عايزه اقراه عشان في شويه حاجات عايزه انفذها. طيب ما تيجي معايا النادي نغير جو، وبعد كده اما نرجع ابقي اعملي اللي انت عايزاه. معلش يا ماما، الكتاب اهم. ماشي يا باشمهندسة، اما اروح اشوف نادين. نادين انت لسه نايمة؟ اصحي اصحي، ايه اللي انا شايفاه ده؟ معقول دي الأوضة بتاعتك؟ واضح كده ان كلام بنات خالتك هأثر فيكي وخلاكي تحسي وترتبي الأوضة. صباح الخير يا ماما، ولا كلامهم أثر فيا ولا حاجة، أنا كنت حتى زعلانة منهم، بس حلا هي اللي ساعدتني امبارح ونضفت لي ورتبت لي الأوضة. والله حلا أختك دي كتر خيرها، مستحملة تصرفاتك الرخمة دي، ساعدتك ورتبت لك الأوضة. يا ريت بقى دايما اما ادخل الاقيها كده.
لأن أنا زهقت منك ومش هرتبها لك تاني أبدا. أنت اللي تعمليها بنفسك، ولو سبتيها أي حد هيدخل هيتريق عليكي. انا شايفه ان كل واحد يبقى حر ويعمل اللي هو عايزه. وبعدين لو سمحت بقى يا ماما بطلي تقولي ان حلا افضل مني في كل حاجه واحسن مني. هي اختي بس مش معنى كده انكم تفضلوها عليا. نادين، احنا مش بنفضلها عليكي ولا حاجة، كل واحد تصرفاته هي اللي بتخليه الأحسن. ويلا بقى اجهزي عشان هاخدك معايا النادي. ايوه فعلا انا محتاجه اروح النادي. أخبارك إيه يا منى؟ وحشاني جدا. وانت كمان يا رانيا وحشاني قوي. ازيك يا نادين؟ الحمد لله يا طنط كويسه، حضرتك وحشاني جدا. وأنا داخلة من باب النادي كان في ورقة مكتوب عليها مسابقة، بس كانت الدنيا زحمة هناك، معرفتش أقرأ مسابقة إيه. اصل النادي عامل مسابقه حلوه قوي اسمها المبتكر الصغير. كان نفسي اقدم لابني بس للاسف ملوش في الاختراعات ولا الابتكارات خالص، بيحب اللعب وبس. أهو ابنك ده عامل زي نادين بنتي اللي قاعدة دي، كل تفكيرها في اللعبة وبس. بس تصدقي حالة بنتي ما شاء الله عليها، هي اللي بتحب الاختراعات والابتكارات. طيب ده المسابقه دي مناسبه ليها جدا. ده اللي هيخترع حاجه مفيده في شركه كبيره هتتبنى الاختراع بتاعه وكمان هتكتب عليه اسمه، يعني هيبقى معروف جدا. معقول هيبقى معروف جدا وفي السن الصغير ده؟ والله جميلة قوي فكرة المبتكر الصغير دي حالة لما تعرف هتفرح قوي. ومستنيه ايه؟ ده انت تروحي تجيبيها حالا وتقدمي لها في المسابقه عشان تنجح وتاخد لقب المبتكره الصغيره. واو دي طلعت حلوه قوي واحلى ما كنت متخيله كمان. اما ماما ترجع من النادي هوريها لها ولو عجبتها هديها لها هديه. حالة، ايه ده؟ كنت فاكراكي هتتاخري في النادي. لا ما انا عرفت خبر حلو قوي، قلت اما اجي بنفسي اقولهولك. ايه هو الخبر يا ماما؟ في مسابقة معمولة في النادي للمبتكر الصغير أو المخترع الصغير، اللي عنده موهبة وبيقدر يخترع أي حاجة بيقدم فيها، والاختراع المفيد في شركة كبيرة هتتبنى المشروع وتكتب عليه اسمه كمان. بجد يا ماما؟ أيوة بالظبط كده. طيب يا ريت انا عايزه اقدم بسرعه. بكرة إن شاء الله هاخدك معايا النادي عشان أقدم لك في المسابقة. طيب يا ماما عندي ليكي مفاجاه عايزه اوريها لك. تعالي كده الاوضه. ايه رايك في القلب الجميل اللي بينور ده؟ واو دي جميلة قوي، انت اللي اخترعتيها؟ معقول يا حلا؟ عجبتني جدا. اتفضلي بقى يا ماما خديها هديه مني ليكي. دي أحلى هدية عشان انت اللي عاملاها بنفسك يا قمر.